قائمة اليوم كانت عبارة عن حالة تضيق قناة الحبل الشوكي لمريضة كبيرة ومصابة أيضا بأمراض مزمنة وبالسمنة المفرطة وانزلاقين واضحين جدا بين الثالثة والرابعة والخامسة، بالإضافة إلى تضيق قناة الحبل الشوكي وسوفانات متعددة. تم إجراء لها التداخل طب الألم تحت التخدير الموضعي وباستخدام الأشعة التداخلية. المريض الثاني يعاني من سوفان الركبة الشديد اللي واصل لمرحلة العملية، لكن الأمراض المزمنة اللي مع المريض والتحضيرات للعملية اللي متطلبة تحتاج وقت، فنقدر هذه الفترة كتحضيرات يعني المريض يحضر نفسه زين أو يخاف من المريض من العملية وموضوع تبديل مفصل، يخاف من مضاعفاتها، اكو امراض مزمنه، فيتوجه لموضوع طب الالم اللي بخلاله نقدر نخفف لحد 70-80% من الامه لاي درجه سوفان. طبعا كل ما السوفان ازدادت درجته النسبه هاي تقل بس بشكل بسيط.